ربما كان القلب أهم عضو في البدن بعد الدماغ. القلب هو مركز استشعار الخطر، مركز استشعار الخجل، مركز استشعار العشق. هو الذي ينبض عندما يرى الشاب لأول مرة فتاة يتعلق بها، وعندما يراها فيما بعد أيضا يزداد وجيب قلبه. من هذا الوجيب تمكن ابن سينا من حل معضلة عاشق من العشاق بأن يصل إلى اسم حبيبته في بلدة ربما كان يعتمد في ذلك على وجيب القلب. الكثير من الأدباء والشعراء ربطوا بين القلب والعقل. طبعا القلب هو موطن المشاعر، وهذا الموطن له أهمية كبيرة في حياة الإنسان. عندما يخاف الإنسان ترتفع النبضات إلى ربما بشكل غير معقول نتيجة الرعب الذي يسيطر عليه. هل هو دفاع من القلب عن الجسم بشكل ما؟ بهذه الأدرينالين، بارتفاع الأدرينالين الكبير. هل تاريخ القلب ربما لو أخذناه عن طريق الأدباء لوجدنا أن القلب ينتشر في كل أشعار الشعراء وفي كل قصص الأدباء ورواياتهم. القلب يبدأ منذ أن يكون الجنين في شهره ربما الثاني، تبدأ النبضات القلب ولا تتوقف هذه النبضات حتى يموت الإنسان. القلب هو مفتاح الحياة، وإذا توقف القلب تأذى الدماغ، وإذا تأذى الدماغ في محاولة إنعاش الإنسان بعد ذلك بعد أن تمر عدة دقائق لا يصبح للدماغ أحيانا فائدة. قد يدخل الإنسان في غيبوبة مستمرة إذا نجح الطبيب في إعادة عمل القلب. على كل حال كل هذه المواضيع سنتحدث عنها مع أحد الأخصائيين المعروفين، الأستاذ دكتور الياس بركات، رئيس قسم القسطرة في مشفى الباسل في جامعة دمشق والباحث الطبي المعروف. دكتور الياس، أنا قلت عن القلب في البداية أنه هو مفتاح المشاعر بشكل ما. الإنسان عندما يكون جنين، متى يبدأ نبض قلب الجنين؟ الحقيقة أول شيء أنا بشكرك على المقدمة. اثنين، تبدأ نبضات القلب في اليوم 21 تقريبا، في الأسبوع الثالث من الحياة الجنينية. نعم. يعني في الشهر الأول بالضبط تبدأ نبضات القلب وتستمر حتى نهاية الحياة عند الشخص. حقيقة هو موضوع القلب والمشاعر كثير نحن بنسأل هالسؤال. دائما في شيء اسمه بنسميه هرمونات الشدة اللي بتصير أو بتزداد بالانفعالات، سواء الانفعالات الفرحة أو الانفعالات الحزينة. بالانفعالات الفرحة حاليا في دراسات عم يدرسوا انه ليش الانسان بس يكون فرحان ويتسرع قلبه ما بينصاب بازمات مثل ما بيكون حزين. طبعا بين انه فعلا هرمونات الشده نفسها هي اللي بتشتغل بالفتره الفرح والحزن، اللي هي الكاتيكولامينات. هي بحالات الفرح بتكون تاثيرها الاذوي على القلب اقل بكثير، وبالتالي بتسرع القلب، بيتنشط القلب، بتزداد العواطف بدون ما يتاذى القلب، بعكس التسرع والتشنج اللي بيصير اثناء الحزن والشدات النفسيه الكبيره، الازمات الكبيره. بالاضطراب خليك مع التشنج الشديد ممكن تؤدي لحاله حاليا عم تندرس بسموها تاكوتسوبو، وهي كشفت في اليابان. هذه الحاله انه بيصير تشنج بالشريان اللي هي بنصور الشريان لاي طبيعيه، بصير سبازم على الشريان، ممكن يساوي جلطات قلب، ممكن تتراجع. هالحالات هي كلها بتزداد بالانفعالات. دكتور، أنت من مواليد عام 1965، نشأت في دمشق، درست الابتدائية والإعدادية والثانوية، وبالتأكيد كنت أيضا متفوقا في الثانوية حتى حصلت على درجات أهلتك لكلية الطب، لأن كلية الطب بشكل عام وخاصة في السنوات الأخيرة أصبح الوصول إلى درجاتها أمرا ربما صعبا ويقتصر على ربما نخبة معينة من حملة الثانوية. لماذا يعني هل كنت أنت تحاول أن تصل إلى
يعني درجات كبيرة حتى تدخل الطب؟ يعني كان لديك رغبة في الطب أم كانت رغبة الأهل؟ الحقيقه هو سؤال كثير جميل. دائما هلا حتى في العالم الغربي معدلات الطب من المعدلات العاليه، يعني بيدخل الطب حتى في المانيا في اوروبا بيكون معدله تقريبا قريب للمعدل التام، يعني بالتسعينات في المية، بالتسعين للمية في المية، مش بس ببلادنا. هلا هو معدل الطب ليش هو عالي؟ مش لانه هو ماده يعني الماده صعبه او الفرع صعب، وانما بيحتاج لدراسه طويله وصبر في الدراسه، وهي تحتاج فعلا الى مرحله من مراحل الذكاء. ما بقول متفوق زياده، وانما متفوق شوي نوعا ما عن بقيه الاختصاصات او بقيه المجالات الطبيه او مجالات الاخرى من العلوم. هذا الشيء طبعا انا عندي رغبه بالاساس انه ادخل الطب، لانه هي بحسها مهنه انسانيه اولا واخيرا، وممكن الانسان اذا عنده طموحات، اذا عنده حب البحث، حب التفوق، في مجالات كثير فيها، وهي كان احد الدوافع لنا انه نشتغل بهالمجال هذا، والحمد لله هلا عم نشتغل فيه ونجحنا فيه ان شاء الله. يعني أنت في عام 83 دخلت 82 دخلت كلية الطب، يعني كنت في السابعة عشرة من عمرك. السابعة عشر بالضبط. دخلت كلية الطب لمدة 6 سنوات في ذلك سنوات. الحين، وبعد ذلك دخلت في اختصاص عملنا الاختصاص الداخلية في عام 88. بال 88 89 بلشنا باختصاص الداخلية، بعدين عملنا اختصاص الفرع القلبية في دمشق وجامعة دمشق، وبعدين عملنا خدمة العالم وتابعنا الاختصاص بمشفى تشرين، وإن الفخر انه اشتغلنا بهالمشفى هذا. بسنة 98 أفدنا لألمانيا للاختصاص بتعميق الاختصاص بالقسطرة القلبية والانترفنشن، وبسنة 2001 كنت بأمريكا كمان بالتعميق بالانترفنشن وهو الاختصاصات التداخلية اللي هي القسطرة القلبية. طيب لو دخلنا الآن إلى القلب، نتحدث عن القلب، أنت لديك اختصاص في القلب واختصاص أيضا ربما له علاقة بأمراض القلب والقسطرة بالثاء طبعا. لو تحدثنا عن القلب كما قلت في المقدمة هو أهم عضو في الجسم. هذا العضو أيضا له علاقة بالمشاعر كما ذكرت، طبعا له علاقة بالارتدادات التي توجد حول الإنسان. يعني إذا إنسان خاف رعب معين قد يسيطر عليه ربما عن طريق الأدرينالين، قد يحمل الأدرينالين. هل يحمل الأدرينالين الإنسان؟ طبعا في أنواع من الأدرينالين مثل ما حكيت، في بعض الكاتيكولامينات بتشتغل كتأثير مقبض ومسرع للقلب. ليش؟ مشان نحفز هالقلب لاستخدام الطاقة في حالات الشدة. القلب مثل ما بنعرف هو مصدر الطاقة لتوزيع على الجسم بكاملة، وهو اللي بيضخ الدم. هالمصدر هذا لما بيتسرع لحتى يواكب هالانفعال اللي صار بالجسم، يواكب العضلات، تروية العضلات، وبالتالي بيتسرع ويأمن هالعضلات. بالقسم المحيطي من العضلات بيصير توسع في الأوعية وليس تقبض في الأوعية. إذا كانت هالهرمونات فعلا اجت بشكل صاعقة كبيرة بحالة الحزن الشديد والخبر المفاجئ، ممكن بهالحالة تكون القلب ما قدر يتحمل ويصير تشنج بالشرايين مثل ما حكينا، ممكن يصير أزمات قلبية. هي الحالة الثانية. الحالات الفرح اللي بيسألون الناس انه حتى بالفرح بتصير كمان انفعالات، بصير تسرع في القلب، لكن ما بيؤدي لمشاكل، بالعكس بيكون القلب مرتاح أكثر لو عم يتسرع، من المشاكل الثانية بيؤدي أثناء الحزن. يعني الخوف هو مصدر من المصادر المزعجة أيضا. دائما الستريس. وخاصة إذا استمر الخوف فترة طويلة. يعني طبعا أتحدث الآن بموضوع له علاقة مباشرة بالخوف. يعني تنتشر في المحطات الفضائية أفلام الرعب وأفلام أفلام مصاصي الدماء والأفلام الخارجي أحيانا. يعني حتى لا أدري لماذا مثلا حصل هاري بوتر بأجزائه الستة أو السبعة على ربما رصيد هائل جدا في الكتابات الموزعة في بريطانيا. هل لأن الإنجليز يعني نشأوا على حب الرعب وأيضا القصور المرعبة وأيضا الأشكال؟ لا أدري، ولكن هذه التي تنتشر بشكل غير عادي في الميديا يمكن أن نرى ببساطة حتى في مواقع الانترنت. يعني دائما أفلام رعب، أفلام مخيفة، أفلام لها علاقة، وربما يكون ترويج هذه الأفلام من قبل بعض يعني مبرمج. أعتقد أنه مبرمج. يعني لماذا نحن لا نقرأ الكتاب ونعتمد على مشاهدة التلفاز أو الأفلام التي ننتقيها أحيانا وهي أفلام مسفة أكثر من اللازم، ولا نقرأ، بينما في الغرب يقرؤون ولا يهتمون بهذه الأشياء إلا في وقت الراحة، والراحة وأفلام خلقت للراحة. هلا حقيقة هي الموضوع هو بيعمل بموضوع الأكشن والباسيف.
عم يكون الانسان متلقي، عم يكون باسف اكثر ما هو عم يكون اكشن. بالقراءه انت عم تكون اكشن، انت عم تنفعل مع القراءه. بالرياضه انت عم تكون اكشن، انت عم تمارسها، بينما انت عم تشوفها بالتلفزيون انت عم تكون باسف، انت تكون منفعل. وهي الحالات هي فعلا هلا درست عند الاطفال وعند الشباب الصغار، عم تعمل لهم مشاكل نفسيه وعصبيه وقلبيه، وكلهم مرتبطين مع بعض. يعني التوتر المستمر بحضور هالافلام هي، لذلك هلا في كثير من التوعيات التربويه باوروبا وبامريكا وحتى في اليابان انه الابتعاد قدر الامكان عن مشاهده هالافلام، خاصه عند الاطفال الصغار وعند الكبار. لانه يؤذي القلب ايضا. يأذي كل الجسم، يأذي الاعصاب، القلب، العيون. لذلك هالافلام هي صح عندها تسويق تجاري كبير، لانه هي عباره بالنتيجه بزنس تجاري، لكن هي على مستوى الصحه كثير عم تاثر على الاطفال وحتى على عقولهم. لذلك في الاماكن المعينه ممنوع تتشاهد قبل عمر 18 سنه. هذا بيكتب لك انه 18 بلس بده يكون فوق ال 18 حتى بعد تخفيف التوتر على الطفل. لكن حتى عندهم ممنوع يتفرجوا عليها لارقام معينه، يعني ما بيصير تشوف مثلا اكثر من مشاهد فيلم او اثنين. يعني هي عندنا للاسف نحن ما عندنا مراقبه لهالامور هي، وعم تنسرق سرقه. يعني يصير سرقه بهالافلام هي عن طريق النت او عن طريق كذا وبتتشاهد، بينما برا هي ممنوعه، لها حقوق نشر. صح انه بيطلعوها لكن لها حقوق نشر وحفظ، ما بكثير بيشوفها مثل ما بنشوفها نحن هون بشكل غير مضبوط. لا، حتى أنا أقول هنا يعني تعليقا أيضا على هذه الأفلام أنها مبرمجة أيضا طبعا ليعتاد الأجيال الجديدة وحتى الأجيال القديمة على رؤية الدم وقطع الرؤوس وغيره كما يحدث الآن. بالضبط. يعني هذا نوع من التدريب. بالضبط. يعني من قبل كنا، يعني أنا أتذكر في السبعينيات حضرت فيلم عن المجازر في جنوب لبنان من قبل العدو الإسرائيلي يعني، وخرجت وأنا أشعر بحالة غثيان غير عادية. قالت لي أختي في ذلك الحين وهي تعمل في الطب أيضا، قالت لي لا تخف، أنت حضرت فيلم ستنسى ذلك بعد قليل. الآن تلك المشاهد البسيطة التي كنا نراها، يعني ليست مشاهد مرعبة صح. كثيرا، ولكن مشاهد بسيطة اكتفى المخرج فقط بنوع من اللقطات السريعة. الآن أصبح الإنسان يشاهد التلفاز بشكل غير صح. عادي من قبل هذه الأجيال، ويصرون أيضا على أن هناك تقنية مرعبة في أيضا الخدع الموجودة، بحيث أنك ترى كيف يقطع الرأس ويطير وكيف ينشق الجسم. اعتاد الإنسان على الدم والقطع الرؤوس وإلى آخره. هذه النوع من البرمجة حتى يعتاد هؤلاء الناس على ببساطة القتل صح. بدم بارد يعني هذا مبرمج. أنا أعتقد لسنا خارج إطار البرمجة. مبرمج لأنه سابقا كانوا يعتمدوا على الحروب، كان في حروب كانت تطلع تحارب. هلا بالدول العالم الغربي من الحرب العالميه الثانيه ما عاد في عندهم حروب. نعم. بده يبرمجون بهالطريقه هي اللي ضلوا يشوفوا برمجونا نحن بالضبط، ونحن عم ناخذ معهم. نعم. لو عدنا الى القلب تشريحيا، تستطيع ان تتحدث عن القلب طبعا. تشريحيا. نعم. هلا وزن القلب بشكل عام بين 300 و 350 جرام. هذا الوزن الطبيعي للقلب اذا بنحكي من الناحيه الفيزيولوجيه. القلب متالف من 3 اقسام. القسم الخارجي بنسميه التامور او الغلاف اللي بيغلف عضله القلب. في عندي عضله القلب، في عندي شغاف القلب هي الطبقه البطانيه للقلب. واكثر الامراض اللي بتنتقل هي بنعرف اقرب جار للقلب هو الرئتين. نعم. سرطان الرئتين اكثر المناطق اللي ممكن تصير فيها انتشارات للتامور للتيومر او للانتقالات بصير على التامور، بصير انصباب بالتامور، ما بصير تكتل كتل فيه، وين بيصير انصبابات ضمن التامور، يعني انصبابات مائيه، وهي بتحتاج احيانا نعمل بزل لها او نعمل تفريغ لها التامور مشان ما يضغط على القلب. وشغاف القلب، شغاف القلب هو داخل القلب، هو بطانة القلب، تصاب بالتهابات، وخاصة عند المرضى اللي عندهم تضيقات بالصمام التاجي أو قصور بالصمام بسبب روماتيزم أو بسبب تصلب تنكسي. لذلك هذول كثير بننبههم الوقت اللي بيعملوا إصلاح للأسنان، قلع الأسنان، إذا عندهم إصابات هامة بالصمامات ناخذ أنتي بايوتكس دواء التهاب قبل ما نعمل القلع أو الحفر، نسميه وقاية لالتهاب هالشغاف هذا. طبعا. هلا بالنسبة للكبد، الكبد هو ربما مدفن الكريات البيض، أليس كذلك؟ المدفن هو بالحقيقة الطحال أكثر مسؤول عن كريات الحمر والبيض، لكن الكبد هو عبارة عن مصنع. عفوا، الكبد مصنع للجسم بكامله. لذلك الطحال عندما يزال الطحال لا يتأثر الإنسان كثيرا، بينما الكبد يتأثر كثيرا لأنه هو الذي يصنع الكريات. الكبد مسؤول عن تصنيع البروتينات، مسؤول عن تصنيع الكوليسترول، مسؤول عن تصنيع جزء من الهرمونات كثيره، مسؤول عن تصنيع كثير مواد كيماويه. الكبد له علاقه بالسكر بشكل مباشر وله علاقه طبعا عن طريق البنكرياس. نعم. نعرف البنكرياس هي تسكن ضمن الكبد. نعم. شو العلاقه المباشره التي يمكن ان تسبب اذيه كبديه تؤثر على القلب؟ الحقيقه هلا في كثير دراسات عن الكحول بكميات كبيره بتعمل تشمعات، بتعمل تشحمات.
الداء السكري اذا كان غير مضبوط على المدى الطويل بيعمل تشحمات بالكبد، وهلا عم يقولوا انه ممكن على المدى الطويل له مشاكل على الكبد. في عندي اورام الكبد، في عندي التهابات الكبد المزمنه. التهابات الكبد سواء الانتانيه او بالآ او البي او السي، هي كلها ممكن مع الوقت اذا ما تراقبت وتعالجت ممكن تؤدي لازمان في الالتهابات، وممكن تعمل لنا كانسر او تشمعات في الكبد. فهي كلها لازم تتراقب وتنكشف في بدايتها. نعم. والطحال هو؟ الطحال حقيقة هو كعضو له وظيفة في المناعة، مش بس فقط انه الكريات البيض والحمر. لما يصير في ضخامات بالطحال لاسباب معروفة او غير معروفة يفضل استئصاله، هو بصير يأذي الكريات الحمر والبيض، وبالتالي ساعتها صار اذى اكثر من فائدته، ممكن بعض الحالات يصير استئصال له. لذلك استئصاله لا يؤثر على الحياة، لكن يخفف جزء من المناعة بالجسم. وكيف يعني تردم الكريات؟ أين تذهب الكريات؟ الكريات هي بتنطرح، كلمة تموت الكريات تنطرح عن طريق الكبد، عن طريق الكليتين، تنطرح بشكل عن طريق البراز. والمقبرة طبعا ممكن يكون خلايا العظم، ممكن يكون نقي العظم، أحيانا بيولد الكريات مثل ما بنعرف. نعم. توليد الكريات يأتي من نقي العظم. لذلك الخلايا الجذعية لها بالضبط أبحاث كبيرة جدا في هذا المجال، وطرحها بيصير عن طريق الجسم. طيب، الخلايا الجذعية، ما مستقبل الخلايا الجذعية بالنسبة لخدمة جسم الإنسان؟ الحقيقة الخلايا الجذعية كثير هو من الأبحاث اللي هي يوميا عم تعطينا أخبار جديدة. مثل ما بنعرف الجنين بفترة حياته الجنينية بتبدأ الخلايا الجذعية هي بتكون كل الأعضاء عنده. الخلية الأم اسمها الستيم سيلز، هي الخلية الأم اللي بتتشكل من الخلايا العصبية، القلبية، الوعائية. رجعوا للأصول الجنينية ولاحظوا أنه نحن إذا رجعنا للأصول الخلايا الجذعية اللي هي موجودة بكثرة في نقي العظم، موجودة في شحم البطن، حتى حاليا ممكن عن طريق شحم البطن ياخذوها ويولدوها، عن طريق الجلد. أي خلية في الجسم ممكن تكون هي خلية أم جذعية. هلا الأبحاث كلها عم تشتغل. هلا حاليا الأبحاث الأخيرة بالأمراض العصبية استفادوا ببعض أمراض النخاع الشوكي، استفادوا بأمراض الشبكية العينية مثبتة. بأمراض القلب في أبحاث مستمرة ما انتهت بعد، هي موضوع العضلة القلبية. بصير عندي تموت بجزء من العضلة القلبية، أنا فيني أعيد الحياة إلها ولا لا؟ طبعا عم تندرس هالأمور هي، وفي أبحاث واعدة إن شاء الله أنه ممكن هالمنطقة اللي صار فيها تموت نرجع نخليها ترجع تعيش للحياة وتتحسن أفضل مما كانت سابقا عن طريق الخلايا الجذعية. دكتور، لو عدنا إلى السيرة، ما هي الأبحاث التي أجريتها أنت وتعتقد أنها كانت ربما تقدم شيئا في البحث العلمي؟ الحقيقة اشتغلنا أبحاث على مستوى الوطن عندنا هون بالسنة 96 لسنة 2000-2002. اشتغلنا مع منظمة الصحة العالمية في برنامج هو مكافحة الأمراض القلبية في الشرق الأوسط. والحقيقة اشتغلنا برامج كثيرة كان على رأسها العوامل الهامة اللي بتأثر على تصلب الشرايين وضبط هالعوامل هي. مثل ما بنعرف التدخين، والتدخين شائع كثير في بلادنا، وللأسف ما عم نقدر رغم كل حملات التوعية نسبته في ازدياد وليست في نقصان. كان أهم عامل إنه كنا ربما نلاحظ له علاقة بستريس عند الناس. طبعا ستريس والبيئة والثقافة والتعلم. كان أهم عامل للخطورة عند الشباب الصغار، لأنه عملنا أبحاث على شباب عندهم احتشاءات أو نقص تروية قلبية بأعمار صغيرة. هي في العالم الغربي ما بنشوفها، يعني الأعمار اللي بنشوفها بالعالم الغربي أو باليابان بال60 70 سنة تعمل له قسطرة أو توسيع الشرايين، بينما عندنا شباب صغار بعمر ال20 وال30 كانوا يسوي ذبحات صدرية وأزمات قلبية. بحثنا الأسباب، كانت أهم سبب هو التدخين على رأسها. الاستعداد الوراثي بيلعب دور، لكن كان التدخين هو العامل الأول والأهم. لذلك كان برامجنا نحن عن مكافحة هالأمراض هي لحتى نقي شبابنا من تطور الأمراض القلبية في عمر باكر. نعم. واشتغلنا بهالابحاث فتره طويله من زمن، وهلا عم نشتغل ابحاث كثيره، من الموضوع الشبكات، من موضوع التوسيع الاكليلي، طرق التوسيع الاكليلي الافضل اللي بتخلي المريض يكون باقل اذيه ممكن حتى اثناء الانترفنشن اللي عم نعمل له هالقسطره وعم نركب له هالستين. الطرق الجديده الحديثه اللي عم نطبقها هون عم مطبقه عالميا كمان كلنا عم نشتغل فيها ان شاء الله. نعم، يعني لو ذهبنا الى المانيا في رحلتك الى هناك من اجل ايضا يعني كما يقال زيادة التعارف أو المعرفة في خبرة جديدة في ألمانيا، ماذا قدمت لك الخبرة الحقيقة أنا رحت على مركز بمدينة هايدلبرغ، هي موجود فيها حاليا موضوع الخلايا الجذعية مثل ما حكينا سابقا، ومتأملين فيها كثير، لأنه مرت فترة كانوا يخافوا الخلايا الجذعية اللي أنت عم تحقنها في القلب بتخاف بعد فترة تتطور لخلايا ورمية. الأبحاث الحديثة لاحظوا بالحقن الموضع، نحقن الخلية بمكان موضع مكان الإصابة، لاحظوا أنه نسبة أنه تتطور لخلية سرطانية في المستقبل بعد 5 أو 10 سنوات كثير قليلة.
والابحاث مستمره، وخلال السنه القادمه بتعطونا النتائج اللي هلا صار لهم تقريبا 4-5 سنين عم يشتغلوا عليها. هي من نتائج كثير هامه. الشيء الثاني نحكي عن موضوع القسطره. هلا نحن عالميا كل ما بنعرف القسطره بنسوي اما عن طريق اليد او عن طريق الشريان الفخذي. حاليا كلهم عم ينحوا برا بالعالم الغربي نعملها عن طريق الشريان الكعبري. اول شيء بنخفف الهوسبيتاليزيشن، بنخفف فتره الاقامه للمريض بالمستشفى. اثنين، نسبه النزوف فيها اقل. طبعا بجوز تكون شوي بدها حاجه لخبره اكثر، لكنها هي بتكون اسهل واقل اذى للمريض من الطريق الشرياني. هي كمان الطرق الحديثه عم نساويها. تطبق ذلك في المانيا ايضا؟ طبعا موجوده هناك، موجود تقريبا 90% من القساطات عم تصير عن طريق الشريان الكعبري. ببلادنا طبقناها نحن وسويناها من فترات كثير طويله، بس الوضع المادي عم يأثر لنا. الجايدنج او الانتروديوسر شيت اللي بنستعملها عن طريق اليد اغلى 3 اضعاف عن نستخدمها عن طريق الفخذي. نعم. هي يعني فكره ماديه اكثر ما هي فكره عمليه. ذهبت ايضا الى امريكا، هل قدمت لك امريكا شيئا عن الخلايا الجذعيه ايضا؟ الحقيقه بامريكا كان اكثر شيء المؤتمرات اللي حضرناها والبراكتس اللي عملناها هو عن طريق القسطره كم بقيت في امريكا هناك؟ هي فترات قصيره كانت، اكثر من فتره، يعني كانت تروح بين اسبوعين والشهر تقريبا. نعم. كانت هي المجال في القسطره خاصه بالانترفنشن، وكان احد التدريبات على تصوير الشريان السباتي والانترفنشن على الشريان السباتي، لكن ما كثير استمرينا فيها هون. السبب انه كلفتها عاليه، اثنين انه صار في عندنا جراحين اوعيه هن بيشتغلوا فيها. طبعا لهلا بعد في خلاف بين يشتغلوا فيها طبيب القلبيه ولا طبيب الاوعيه، الاثنين يمكن يشتغلوا بهالمجال هذا عن طريق الشريان السباتي المغذي للدماغ. طبعا احنا بسيره الدماغ والترويه الدماغيه، مثل ما بنعرف الترويه الدماغيه تطلع عن طريق الشرايين القلبيه للشرايين الرأسيه اللي هي عند الجذع الايسر والايمن، بيعطوني السباتي الايسر والايمن، وبالتالي هن بيوزعوا الدم للدماغ بكاملهم. اذا صار في تضييقات باحد هالشرايين هي كمان ممكن يعمل لي جلطات دماغيه او نقص ترويه دماغي. توسيعها او وضع ستنت لها او شبكه لها كان يقي من تطور جلطات في المستقبل. هذا المجال اللي اشتغلنا فيه او اللي عملنا شويه تريننج فيه بامريكا. لو حبس الدم عن الدماغ لدقائق يصبح الدماغ متهتكا. بالضبط، يعني يتحمل الدماغ نقص الترويه بين 5 وال20 دقيقه ماكسيموم. بعد 30 دقيقه اذا عملنا نقص ترويه على الدماغ بندخل بمرحله احيانا بنسميها لا عوده. اذا نحن قدرنا نحمي الدماغ خلال الفتره هي، لذلك لما نعمل انعاش قلبي تنفسي نحن لازم ننعش القلب لا يتجاوز ال 30 دقيقه. اذا تجاوز 30 دقيقه نحن وما استفاد الانعاش القلبي كل ما بصير تاذي على الدماغ، وبالتالي احنا لازم بالضبط طويله جدا. بالضبط، ممكن نعمل كوما للمريض، ممكن يرجع يشتغل القلب بس الدماغ صار فيه تموت. وهون اللي احنا بنحكيه هو السرعه في الانعاش القلبي التنفسي. كل ما كان الزمن قصير في نقص الترويه الدماغي كل ما حافظنا على الخلايا الدماغيه لفتره اطول وترجع تعيش الحياه الطبيعيه. طيب الان لو اتينا الى امراض القلب. امراض القلب وخاصه في الازمات تزداد كثيرا. يعني الأزمات التي تتعرض لها بلد معين، ونحن نعرف أن بلدنا يعني لم يتعرض بلد في العالم كما تعرضنا لأذية خلال السنوات ال5 الفائتة. يعني لو قلنا أمراض القلب، ما هي الأمراض التي تصيب القلب بشكل مباشر؟ الحقيقة أكثر أمراض القلب حاليا هي أمراض نقص التروية القلبية والجلطات القلبية أو الاحتشاءات العضلة القلبية. من أين تأتي نقص التروية؟ نقص التروية تيجي من تضيق الشرايين المغذية للقلب، مثل ما ذكرنا سابقا أنه العضلة القلبية تتروى في الشرايين الإكليلية أو التاجية. هي بتمشي على سطح القلب، بتدخل للعضلة القلبية ضمن شرايين نسميها الشرايين الثاقبة أو المايكروفاسكولاتشر، هي ضمن العضلة القلبية. لكن الشرايين الرئيسية هي الشرايين اللي بتمشي على سطح القلب فوق التامور، وبالتالي هي بتغذي العضلة القلبية. هاي الشرايين اذا صار فيها تضيقات او انسدادات اما بتعمل احتشاء عضله قلبيه حاد اللي هي بنسميها الجلطات القلبيه، او نقص ترويه بس يمشي فترات طويله المريض ممكن يشعر بالم صدري او خناق بنسميه انجينا بيكتورس. هي وصفت عام 1760 من قبل طبيب اسمه هيبردن من اصل نمساوي. وصف هالمرض هذا، وصف خناق الصدر، وقال عباره كثير هامه لازم نمارسها بحياتنا العمليه. نحن قال دع المريض يتكلم تسمع التشخيص. يعني انا ما بعتمد بس على التخطيط القلب ولا على الايكوكارديوغرافي، نعتمد على اعراض ما يقول المريض من اعراض. هل هناك اعراض على الجهد؟ هل هناك الام؟ هل هناك الم بيستدعي يوقف او يخفف الجهد؟ هي كل اعراض لازم نستقصيها اكثر لنوصل للتشخيص النهائي بالشرايين القلبيه اللي هو مجال العمل تبعنا اكثر شيء هو موضوع القسطره او تصوير شرايين انجيوجرام بنسميها. بنكشف بلحظتها اذا في عندي تضيق هام بشريان او باكثر، ممكن نعمل له ستنت مباشره، نكون محضرين المريض سابقا نحن دعامه القلبيه او نحطه بالبالون ثم نعمل الدعامه القلبيه
لنفسح مجال ليتوسع الشريان ويرجع الدم يمشي بشكل طبيعي من العضله القلبيه. طيب ما هي الأمراض الأخرى التي يمكن أن تصيب الجسم؟ يعني هل مثلا إصابة جهاز الهضم يمكن أن تؤثر على مرض في القلب مثلا؟ الحقيقه في امراض جهازيه، او في عندنا المرض القديم اللي هو الحمى الرثويه. الحمى الرثويه بتنصاب بعد التهاب اللوز. التهاب اللوز عند خاصة عند الأطفال. بالضبط، بين عمر ال5 ل 15 سنه حتى العمر 30 سنه ممكن تستمر، ممكن يجي بهجمات حمى رثويه بتصيب القلب وبتصيب المفاصل. القلب اذاها اكثر على المدى الطويل، ممكن يظهر عندي تضيق بالصمام التاجي او قصور بالصمام الابهري، وهي بنشوفها كثير. يعني بعد 20 30 سنه بيشخص تضيق صمام تاجي عند امراه وما معروف سابقا انه عندها اي مشاكل ثانيه. بنستقصي الريتروسبكتيف بنسميه بالرجوع للقصه المرضيه، بنلاحظ انه عندها كان التهاب لوز متكرر او مستأصل اللوز، وهي كانت ما تتعالج بشكل جيد. لذلك برا خفت كثير امراض لانه بيتعالج بشكل مباشر وبشكل جيد، ما له علاج ناقص مثل ما بيصير معنا. انه اذا عالجنا اللوز او التهابات البلعوم بشكل باكر وصحيح وجيد، نحن بنقي كثير تطور الحاله للحمى الرثويه المزمنه. هي احد الاسباب. طبعا في عندنا اسباب جهازيه ثانيه، في عندنا الروماتيزم نفسه او الروماتويد ارثرايتس بسموه الداء الرثواني، ممكن ياثر على القلب، ممكن ياثر على التامور، يعمل التهابات بالتامور القلبيه. عندي الذئبه الحماميه، هي من الامراض المناعيه، كمان ممكن تاثر على المفاصل، تاثر على الكليتين، وتاثر على جهاز ما سبب الذئبه الحماميه؟ هلا هو سبب مناعي مجهول السبب، يعني اضطرابات مناعيه هي كمان من الاسباب اللي ما بنعرف شو اسبابها الحقيقيه، لكن ممكن تاثر على قلبك لما تعمل شيء بيسموه التهابات تامور او انصباب او تنبتات في القلب كشفت بالجثث بيسموها التنبتات ليبمان ساكس. وهالتنبتات هي وجدوها في تشريح هي تنبتات صغيره ما لها دلالات سريريه، لذلك ما نخوف المرضى اللي عندهم ذئبه حماميه منها، يعني تكشف الا بعد فتره من الزمن. الان ناتي الى العلاج الدوائي لامراض القلب. هل يمكن للدواء ان يعالج امراض القلب علاجا كاملا ام انه يقتصر على ايقاف المرض بلحظه معينه واستمرار الانسان بحياته بشكل طبيعي بعد ان ياخذ هذا الدواء بشكل مستمر؟ الحقيقه في نوعين من العلاج، في شيء بنسميه برايمري بريفنشن وفي شيء اسمه سكندري بريفنشن. برايمري بريفنشن هي الوقايه الاوليه، يعني انا انسان ما عندي شيء وكثير بنسال هالسؤال هذا مشان حبه الاسبرين، اني انا اخذ حبه اسبرين بعد عمر 40 وقايه مشان الامراض القلبيه. الحقيقه هذا الموضوع كان من زمان ينعطى، لكن حاليا من اكثر من 10 سنوات طلعت دراسات لاحظوا انا لانقذ شخص من اصل 256 شخص من احتشاء عضله قلبيه بالاسبرين، ممكن من اصل 253 شخص يصاب بقرحه نازفه في المعده ويتاثر كثير. لذلك اوقف هالشيء اللي بسموه البرايمري بريفنشن الا في بعض الحالات الخاصه، يعني مريض مثلا عنده ضغط، عنده سكري، عنده شحوم، عنده كوليسترول، عنده استعداد وراثي، ممكن نعطيه حبه اسبرين وقايه. اما مريض لا يشكو من اي شيء ما في داعي له نهائيا. هي اول خط. الخط الثاني يسموه السكندري بريفنشن، يعني انا اصبت بمرض بدي اعالجه، يعني صار عندي نقص ثلج، صار عندي هون العلاج للاسف هو مدى الحياه رح يكون، مني اخذت انا حبه اسبوع اسبوعين لحتى انقذ حالي وخلصنا، لا، مميعات دم انا اخذها خاصه اذا انا عامل ستنت او عامل قلب مفتوح. اثنين، خافضات الكوليسترول هي الستاتينات كانت عملت صرعت حقيقه في عالم القلب وعمل تصلب الشرايين. لاحظوا انه مش بس بتخفض الكوليسترول والشحوم، حتى بتخفف تصلب الشرايين، يعني حتى اذا عنده ارتفاع بالكوليسترول وعنده داء سكري، اذا هاللويحه العصبيه اللي انا معالجها اللي كان تضييقها شي 60 70%، ممكن اذا عالجتها بهذا الدواء انا بعد فتره عمل قصر تراجعت صارت 20%، او خف ماده الكوليسترول منه، وبالتالي خففت حدوث الازمات القلبيه الحاده. هذا كثير مثبت علميا، لكن ما فينا ناخذه فتره قصيره، ناخذه فتره طويله من الزمن طبعا مع المراقبه. دكتور، طبعا لو سالت، يعني انت اجريت ابحاث تطبيقيه كثيره ايضا على القسطره، ما هو اهم بحث في رايك بشكل موجز سريع؟ الحقيقه ابحاث القسطره كثيره وتطورات كثيره. لا، انت التي اجريتها. هلا اشتغلنا نحن على بسموه التوسيع الليفت مين، الجذع الرئيسي والبايفوركيشن. طبعا هي موجوده عالميا، بس نحن ما اشتغلنا ابحاث جديده، لكن نحن طبقنا التطبيقات العالميه ونجحنا فيها، وحتى في بعض الحالات عالميا لم تجرى كانت قدرنا نساويها بشكل ريتروجريد، نعمل بشكل راجع للشريان اذا مسكر، وهي كمان عالميا قلائل المراكز اللي بيشتغلوها، وهي اشتغلنا فيها الحمد لله. هي اكثر شيء الشغلات اللي اشتغلنا فيها بايفوركيشن، تفرعات عن تفرع ان هي اكثر منطقه ممكن تصاب، هي اشتغلت فيها كثير. الجذع الرئيسي، توسيع الجذع الرئيسي، والريتروجريد كاثرايزيشن او التصوير الراجع. نعم، يعني حاولنا في هذا اللقاء على جزئين، أن نقدم كل شيء عن القلب
إن شاء الله. بأمراض القلب وطرق علاجها وكل شيء عن القلب، ما هي الأجهزة الموجودة في الجسم المرتبطة بالقلب. يعني يمكن أن تكون هي ثقافة شاملة لكل من يتابع، وله علاقة أيضا ربما عندما ليس فقط في الشباب وإنما بالكهول وأيضا والشيوخ، يمكن لأنه هي مستمرة. مرض القلب يستمر يعني بشكل مستمر، يعني في أي عمر يمكن أن يحدث مرض للقلب. طبعا. كما قلنا قبل قليل أن التدخين يؤثر تأثير على الشباب بشكل حتى يأتي احتشاء مفاجئ، وهذا بالضبط. الاحتشاء المفاجئ من الصعب تماما أن يستطيع الإنسان أن ينقذ شاب أصيب صح. باحتشاء. والاحتشاءات في يعني عند الشباب هي احتشاءات قاتلة. بالضبط. في ختام هذا اللقاء نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور إلياس بركات، رئيس قسم القسطرة في مشفى الباسل التخصصي بأمراض القلب. والشكر لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة من هذا البرنامج. إلى اللقاء.